الله يجزاك خير. نعم. القصة جتني اليوم بعد صلاة التراويح. نعم. وأنا إن شاء الله يعيني إني أستحضرها لأنها حلوة وفيها معاني جميلة. نعم. هذا دكتور قلب في مصر اسمه الدكتور رامي إسماعيل، يقول رمضان أنا مشتي أزور يعني المدينة المنورة. ليش؟ قال أنا عندي أخويا اللي اتصلت عليه قلت وينك فيه؟ قال أنا الحين طالع للمدينة المنورة. يقول قلت الله يوعدني. يقول خوي الثاني قال أنا في المدينة المنورة. يقول دقيت على 3 و4 من أخويا كلهم في المدينة المنورة، حنا في العشر الأواخر. يقول جاء في بالي اللي بس يبغى لها فيزا ويبغى لها يعني فيزا سياحة ولا عمرة ولا هذا، وأنا ما بعد ولا في حسابي إلا 6000 جنيه، وتذكرة المدينة المنورة أقل تذكرة خصوصا في العشر الأواخر 8000 وفوق. هذا ما كانت درجة بعد أولى ما تلقى الحجز منتهي. يقول وأنا أفكر بيني وبين نفسي وداعي الرب إن الله يوعدني أزور المدينة المنورة. يقول يكلمني خوي لي من المدينة المنورة شيخ، ما شاء الله، كيف حالك يا دكتور رامي؟ قلت بخير. قال ازيك؟ قلت أنت وينك فيه؟ قال حنا باقي ساعة على الإفطار. قلت الله يرزقني الصلاة معكم الليلة على التراويح. ما شاء الله. يقول له قال تعال. يقول لي تعال. قلت شلون اجي؟ بهالبساطة؟ يقول قال بهالبساطة. قال لي تعال ما فيش. قال أنا بيني وبينك البحر الأحمر وشلون اجي؟ قال يا رجال احجز وتعال. قال يا اخي دكتور صعبة جدا. قال انت ما تعرف ان الله قادر على كل شيء؟ قال لا. قال تؤمن انه قادر؟ قلت ايه. قال ما تؤمن انه بيجيبك الان، تصدق ولا ما تصدق؟ يقول يوم خمني بهالسؤال هاللحظة يجيبني عندك. قلت والله ما وصلت إلى المرحلة من الإيمان إنه يجيبني عندك أصلي التراويح معك وأنا في مصر وأنت في السعودية، لا عندي فيزا ولا عندي فلوس. قال أجل إذا صار عندك إيمان بقدرة الله كلمني. الله أكبر. عبد القادر ما هو براضي، ما هو متأكد إن القادر بيجيبه. شو يقول؟ قال لي بالحرف الواحد. عبد القادر ما هو مؤمن إن القادر يقدر يجيبه يصلي معنا التراويح. قلت طيب عطني الأسباب، أنا مؤمن أن القادر يقدر يجيبني. يقول أنا ظنيت أن الأسباب، يقول راجع السفارة وراجع مدري ايش بيعطيني أسامي وعناوين ناس تفزع لي إني أجي. قال أول شيء أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. يقول فقلت والثانية؟ قال الثانية كم معك؟ قلت والله ما معي إلا 6000 جنيه. قال تصدق. يقول أنا الحين أدور دراهم يجيبني هذا أتصدق. قالوا إذا سويت هالأمور إن شاء الله إن الله قادر. والله وبالله يقولها للدكاترة وأنا شايف الموضوع هذا كامل، أنا شايف. الشاهد في الكلام يقول إني سكرت الخط قعدت أصلي على الرسول اللهم صل وسلم. أنا ساكن عند أمي، أنا عند أمي في المهندسين وبيتي في زايد يسمونها منطقة زايد. يقول قلت لأمي تعرفين أحد محتاج؟ قالت إيه جارتنا الفلانية محتاجة. يقول ودق عليه وحولها عن طريق فودافون 3000 جنيه نص الفلوس. ما شاء الله. يقول وأنا أركب سيارتي من المهندسين رايح للشيخ زايد، بيتي أنا في الشيخ زايد، وأكثر من الصلاة على الرسول وأكثر الصلاة. يقول يوم جيت وأصلي ركعتين، يقول يوم انتهيت ويقول التلفون، يقول وادخل على جوجل واكتب فلاينج بين القاهرة إلى المدينة. قالوا ويقولون لي في عرض اليوم الرحلة اليوم بعد 3 ساعات ب 3000 جنيه. أنا ما معي إلا 3000 جنيه. يقول وادخل احجزها. قالوا لا ما دامك أنت في نفس اليوم ما يمديك. يقول وسكر ضاق صدري. يقول شوي اللي يجيني اتصال، هذا الاتصال من واحد أمه مريضة. قال يا دكتور رامي أنا أمي كذا وكذا وهذا وضعها وش نعطيها؟ قلت شو المؤشرات؟ قال مؤشرات 1 2 3. أتوقع هو نفس المريض مو بأمه. قال المؤشرات 1 2 3. يقول أعطيه بعض المعلومات وهذا. يقول سمعت عنده صوت. قلت هالصوت اللي عندك وين فيه؟ قال أنا شغال في المطار النيل للطيران. قلت تعال أنا داخل الآن وفي تذكرة في حجز أبغى حجز من القاهرة على المدينة وب 3000 جنيه. قال سو صورة وارسلها لي بالواتساب. يقول وما ارسلتها بنفس؟ قال على حسابي تذكرتك تعال اطلع تقدر تجينا الحين. قال لي يقول واخذ شنطتي واحط فيها اللي اقدر واطلع للمطار. فيزا طيب اسوها والفيزا تجيك السالفة. يقول وين جيت المطار ما معي فيزا ولا شيء. هو الآن بالتذكرة. يقول أنا أيقنت أن الله قادر خلاص. يقول أنا سأتعلق أمري بالله ما تعلق أمري عقب كلام الشيخ. يقول واطلع للمطار واجي عنده يقول لهم اعطيني التذكرة وامسك سراي واجي عند الجوازات. قال وين الفيزا؟ أنت جاي تبع شركة؟ قلت لا. قال عندك فيزا؟ قلت لا. قال تبع عمرة؟ قلت لا. يقول كل ما قال لي
قلت بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. قال هو يدخل للمدير حقه ويجي المدير، قال أنت بتشتغل إيش؟ قلت أنا دكتور طبيب قلب. قالوا بتروح بدون فيزا؟ طيب أنت سبق ورحت لبريطانيا ولا شيء؟ قال إيه أنا دارس في بريطانيا وعندي فيزا على بريطانيا. قال الحكومة السعودية مصدر أمر اللي داخل الحكومة على بريطانيا ولا أوروبا يسمح له بالزيارة ويفيز له في مطار المدينة المنورة. تعال طقون يقول واطلع على الطيارة. آخر من ركب الطيارة أنا. ما بدت القصة، ما بدت القصة. يقول واركب الطيارة واسوي فيسبوك واصور نفسي، اخواني انا مفطر معاهم ما بيننا ولا عندي بالشيطان طاري. يقول وانزل لا ما هو بالشيطان هذا راح من الحياة. يقول وعندي الله يكرمك جزاك الله خير ذكرتني. يقول وانا اصور نفسي في الطيارة القاهرة المدينة. يقول انزلها على صفحتي في الفيسبوك. يقول انت رايح المدينة مدينة الشروق؟ قلت لا المدينة المنورة. قالوا انت معنا تتمنى؟ قال الله جابها. يقول يوم وصلت المطار وانزل ما معي، ما ترى انا اللي دفعت التذكرة، رفضت اني ادفع 3000 جنيه، ما معي شيء، معي فيزا ويمكن استخدمها. يوم نزلت الدكتور رامي اسماعيل الله يحييك يقول لوحة باسمي الدكتور رامي اسماعيل. قلت انا الدكتور رامي اسماعيل. يقول له اهلا يا دكتور ويخمخمني. واحد اسمه بدر الحربي. انت ايش عرف فيني؟ قال انت عالجت امي قبل 3 سنوات ودخلت على صفحتك في الفيسبوك وشفتك مصور انك جاي هذا وعرفت الرحله وطلعت لك الحين وحجزت لك فندق جنب الحرم. والله يا اخوان. يقول وانا ميت جوع ومشتهي الكبسه السعوديه. يقول اركب معه باقي على صلاه التراويح والعشاء حوالي نص ساعه. يقول هو يحط رجله. قلت قبل ما اقول له انا مشتهي الكبسه بيني وبين نفسي. يقول يحول لي على ذاك الكبسه محل مثلوثه. يقول يحط لي كبسه سعوديه. كل امر اشتهيته صار لي. يقول واكل. قلت احنا تاخرنا. يقول اكل بسرعه. قال ما عليك ما عليك. يقول يوم وصلنا عند الحرم قال هذا فندق وشنطتك خلها في السياره خلنا ننزل للحرم. قلت ما انا ملاقين برا. قال لا امشي. يقول يمسك يدي اثره من الشرطه اللي في المسجد الحرام. هو هذا يقول يدخلني لين الروضه. ما شاء الله. يقول وصلي العشاء وصلي التراويح مع الشيخ. يقول وانا اجلس افكر في هالقادر العظيم اللي حقق لي امنيتي وعرفت ان الاسباب ما تتعلق بالناس تتعلق بالله. متى ما ايقنت ان الله سبحان الله يحقق لك ما بيحقق لك. الله عظيم. ارتبط بالله سبحانه وتعالى في كل امورك، لا تاخذها من الخلق، خذها من الله سبحانه وتعالى. دين، زواج، امور صعبه تمر عليك ربي بيحققها لك. الله كريم سبحانه وتعالى. يقول الدكتور ايقنت ان الاسباب هي عند الخلق، الله اللي رتبها سبحانه وتعالى. يقول وكأن الله سبحانه وتعالى يثبت لي اني بروح عشان يكسر عيني اني ما تعلقت فيه سبحانه وتعالى، واني اقول القصه للجميع اللي يتعلقوا بالقادر لا ما يتعلقون بالمخلوق. اسال الله العلي العظيم ان ينفع بهالقصه وجزاك الله يجزاك خير. هذه معجزه ابو عبد العزيز، والله سبحانه وتعالى هو الوحيد القادر على تحقيق المعجزات. دائما اقول ان رب العالمين يحقق المعجزات، لاني انا تحقق لي معجزات ما في امل ولا فيه 0%، ولا هي اصلا لا امنيه، واستحي اني اصير يعني اخليها امنيه، وتحققت لي معجزات كله بالتعلق بالله والايمان التام ان رب العالمين بيسوي هالحاجه. لذلك اغلب الناس اللي ينذرون النذور ويكبرون النذر